فيديو جديد وانا قاعد تمام ان هو ان شاء الله طالع من القلب جدا جدا جدا. بص يعني انا دلوقتي نزلت فيديو امبارح. الفيديو ده كان بيتكلم عن فكره انك ايه هي اول ثانويه ظهرت في التاريخ، او امتى ظهرت ثالثه ثانوي وليه ظهرت اصلا. تعال نرجع بالزمن بقى كده. الفيديو ده انا الفكره بتاعته جات لي وانا قبل الامتحانات بتاعتي بكام يوم كده، باسبوع ولا حاجه. وانا كنت دايما شاكل بالي بفكره ان انا محتاج على الاقل لو مش طريقتي هتبقى مميزه، او يعني انا محتاج اقدم حاجه مميزه في صناعه المحتوى. ده طبيعي في صناعه المحتوى، عشان تنجح لازم تقدم حاجه يعني بتاعتك انت. فازاي هتميز في وسط كل المحتوى اللي اصلا كله نصايح وكل الناس بتنصح، وهتلاقي كل سنه في بتاع 30 50 واحد جايين من كليات يقول لك انا ازاي ذاكرت وازاي عملت وازاي جبت مجموع ومش عارف ايه. فالمهم قلت طيب خلاص انا هحاول اشوف اي حاجه تميزني. جات لي الفكرة دي، قلت طيب ما أعمل محتوى يكون علمي خاص بالمواضيع اللي بتهم طلبة الثانوية. قلت طيب أنا أعمل إيه أول حاجة؟ قلت بس أهم فكرة هي أنت أصلا الثانوية ظهرت ليه وظهرت إمتى. قلت ماشي. بعد كده دخلت في الامتحانات. طبعا بعدت شوية عن الفكرة، بس الفكرة برضو لسه أنا عايز أعمل الفكرة دي، أنا عايز أعمل الفكرة دي وأبدأ أفكر لها. طب ممكن نعملها إزاي؟ طب مش عارف إيه. قلت طيب خلاص. بدأ الهيكل بتاع الفيديو يتبني في دماغي. قلت الفكره دي أنا عمري ما هعملها في جوه الامتحانات، لان مستحيل الفكره دي تتكرر، لازم الفكره دي تتعمل صح. طيب هتتعمل صح ازاي؟ قلت خلاص انا بعد ما اخلص امتحانات انا هقعد بقى اذاكر يوتيوب كله كله. وبالفعل خلصت امتحانات. يعني خرجت اول مره اول يوم الامتحانات، وبعد كده بقى قلت بس خلاص اقطع بقى. انا هو ولا بكلم ناس من ساعه ما خلصت امتحانات ولا اي حاجه ولا ليه اي علاقه باي حد. اللي هو انا عزلت عن العالم. خلاص يا باشا، انا حاليا في مرحله اللي هو بثبت حاجه. خلاص امتحانات والناس بتبقى بتخلص امتحانات بتقعد تريح بقى وبتاع، انا لا 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 مفيش الكلام ده. اخدت كميه كورسات ملهاش اول. خلصت كل المحتوى اللي بتاع اليوتيوب اللي على العرب بتاع العربي، المحتوى العربي الخاص باليوتيوب اللي بيتكلم عن ازاي تنجح على اليوتيوب والكلام ده، في العربي الناس العربيه، واللي هو تقريبا مش بيقولوا ربع المعلومات الحقيقيه اصلا. بدات ابص على المحتوى الانجليزي. حرفيا بص ذاكر انجليزي بعد ما تخلص ثالثه ثانوي، بس انت اهم حاجه الانجليزي. انت لو مش انجليزي تتكلم انجليزي كويس وبتفهم انجليزي كويس، اعتبر نفسك بص اخرس بجد، عشان تقدر تلم كميه معلومات ملهاش اخر. الانجليزي ثم الانجليزي ثم الانجليزي. بعد ما خلص يعني قعدت ابص بقى على فيديوهات كتير 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 كتير، واشوف من هنا ومن هنا ومن هنا لحد ما لقيت كورس ذاكرته كله. الكورس كان بيقول 20 وبيقول 12، انا ما عدتش طبعا، بس يعني هو ما علينا. وغير الكورس اللي كان قبله اصلا انا خلصت معظمه، بس حسيت ان انا ما استفدتش منه قوي. ف يعني انت فاهم، انا خدت كذا كورس في اليوتيوب عشان اعرف اوصل للفكره دي. في وسط الكورسات اللي انا كنت بعملها دي، كنت انا طبعا من ساعه ما جات لي الفكره اصلا قلت بس انا هقعد بقى اعمل فيديوهات كده اللي هو ايه عشان تشغل القناه. فاعملها ايه؟ اعملها مثلا احفز الناس عشان تذاكر، احفز الناس عشان تكمل امتحانات. فقلت بس انا هعمل الحاجات دي. المهم انا حرفيا ما كنتش بلعب فيها في اي حاجه، يعني انا اللي هو حرفيا الفكره بتجيلي فبروح فاتح الكاميرا نتكلم. يا دوبك بالظبط اكتب ان انا هقول كذا وكذا وكذا، يعني مش هكتب سكريبت، لا لا انا هتكلم عن الموضوع الفلاني والموضوع الفلاني والموضوع الفلاني، وافتح الكاميرا واتكلم. وكام حاجه اتعلمتها كده بسيطه من الكورسات اللي اخدتها في الرحله دي كلها، ظبطتها في الفيديوهات اللي بقول لك عليها دي. وسبحان الله الفيديوهات دي كلها الرانك بتاعها بقى اعلى فيديو بتاع القناه اصلا. ف اللي هو من ولا حاجه انا قلت بقى بس ده كده، ده اللي هو يعني ربع اجتهاد ربع اجتهاد كده. يعني حتى كنت بتعب في الفيديوهات اللي قبل كده اكتر منها، يعني الفيديوهات اللي هي في الاول خالص كنت بتعب فيها اكتر منها. بالك بقى الفيديوهات اللي هو ما تحتش فيها خالص تقريبا، يعني اللي هو بشويه معلومات واتكلمت قدام الكاميرا. اتفاجئ طبعا الفيديوهات دي رنكت اعلى حاجه على القناه كلها. قلت بس بقى انا الفكره الجديده اللي أنا بقالي شهرين وشويه بشتغل عليها اكيد ان شاء الله هتظبط ظبطه بنت لذينه يعني. منزل فيديو ولا الفيديو ما عملش اي حاجه. طب ابعت الفيديو لناس يا جماعه الفيديو ده حلو ولا وحش؟ انا عايز اعرف، بس انا حرفيا مش زعلان على الفيديو قد ما زعلان على فكره كده. طب المحتوى كله بقى ما قدموش بقى، يعني المحتوى كله يعني مش جايب مع الناس. الاقي كل الناس بتقول لا الفيديو كويس وكمل، فيديو كويس وكمل. ايه الفيديو كويس وكمل إيه؟ ما اسال الناس طيب على قناه التليجرام يا جماعه الفيديو حلو ولا ايه؟
الناس يا اما تقول حلو يا اما ما تقولش. يعني طب انا مش شفت تعليق سلبي من اول ما نزلت الفيديو. طب ليه ما نجحش خالص كده؟ طب الفكره نفسها الناس حبتها. طب انا هعمل ايه؟ طيب انا هعمل ايه؟ طبعا بقى قمه الاحباط. انت اللي هو اكتر كارت انت مراهن عليه، اكتر حاجه انت تعبت فيها، ما لقيتش منها اي حاجه، ما لقيتش منها اي حاجه. اللي هو حرفيا 200 مشاهده دي أنا ما سمعتهاش من نص السنه، من شهر واحد. نص سنه ايه؟ من تقريبا من ساعه ما فتحت القناه اصلا انا ما سمعتش 200 مشاهده دي. فاللي هو قلت خلاص يعني. طبعا بقى كملت اليوم بالاحباط مش طبيعي يعني. وبعد كده الاقي ربنا بيبعت لي اشعارات طول اليوم كده. لا انت مثلا تسمع الراديو وانت ماشي، ده ربنا بيغير الحال من لحظه، من حال الى حال. ده مش عارف افتح الموبايل الاقي حد اول مره اشوف الحاله بتاعته كاتب جمله تحفيزيه، ايه تحفيزيه رهيبه. بعد كده افتح المحتوى الاقي واحد بيقول ده سبحان الله هي جت معايا كده لما انا عملت حاجه فلانيه، فكان كل الفيديوهات ما فيهاش اي حد بيسمعها. بعد كده الموضوع لا ضرب معايا. فمش عارف، فاللي هو انت جالي احساس كده مش عارف بقى دي اشارات ولا ايه، انا مش فاهم. وانا لسه شايف حاجه، انا شايف حاجه كده في المستقبل محدش شايفها غيري، محدش عارفها غيري. فواثق ان شاء الله الحاجه دي تتحقق. فلما باجي برضو افكر، طب يا جدعان، طب ما انا كان بيحصل معايا كده في ثالثه ثانوي. يعني أنا كنت في ثالثه ثانوي، طبعا احنا بقى في اولى او تانية ثانوي بالذات لما جت الكورونا، انت ما فيش اصلا، يعني ما فيش كانش فيه عمليه تعليميه صحيحه، لان كان كل حاجه غريبه. انت اللي هو العالم بينتهي طيب ولا ايه اللي بيحصل يعني؟ الكورونا جت بوظت كل حاجه. فانت اصلا اكيد مش هتذاكر بقى خلاص. المهم دخلت في ثالثه ثانوي، انت فاهم بقى، دخلت من مستوى ثالثه اعدادي لمستوى ثالثه ثانوي. فاللي هو انت بوم ضربت في حته سد. فاللي هو انت بتيجي تذاكر الامتحان وتجيب اخرك يعني، عشان انت عندك امل ده في الماده، تخش تلاقي بوم مفيش خالص. انت ما جيتش يا معلم الامتحان. انت ما جيتش. بالذات في الاول بقى، يعني بعد كده انا بدات لا اشد اكتر، يعني بدات تبدا تفهم انت الامتحان بيجي ازاي، طريقه التفكير انت محتاجها ايه كده. بس في الاول انت فاهم، انت اللي هو جات لك فتره انت بتتعب قوي في ماده معينه عشان تجيب فيها درجه حلوه وما تلاقيش اي حاجه. بالذات بقول لك الكلام ده في الاول، بس الحمد لله بعد كده كنت برضو بطلع من الماده اللي انا جايب فيها درجه وحشه وعندي يقين ان انا هقفل الماده دي في اخر السنه. الماده دي مش هتمنعني ان انا هخش الكليه اللي انا عايزها في اخر السنه. الحمد لله دخلت الكليه اللي انا عايزها في اخر السنه. فانت شايف الموضوع، يعني انا بفكر كده بصراحه. انا بفكر كده، يعني انا ما عنديش اي حاجه تانية. انت عارف اقسم بالله لو في حاجه تانية تعمل كنت عملتها. لو في اي خيار تاني ان انا اللي هو اسيب الموضوع بقى وخلاص يا عم بقى فكك، بس انا مش، ما حدش هيحقق لي احلامي. ما حدش هيعمل لي الحاجه اللي انا بنام واصحى بفكر فيها. ما حدش هيرجع لي الحاجه اللي انا عايز ارجعها. ما حدش هيقومك غيرك. ما حدش هيقومك غيرك من الاخر. من الاخر انت لو قررت تستسلم فاعرف ان خلاص انت اي حاجه تفكر فيها مش هتيجي. مفيش امل انها تيجي. طول ما انت لسه واقف وبتحاول تقوم تاني، في امل. في احتمال ولا 1% انك تكمل وتسعى توصل. انما غير كده مفيش يا معلم خالص، مفيش. انت لو ما قمتش انت بنفسك محدش هيقومك. لو ما قمتش تجيب الحاجة اللي انت عايزها محدش هيقومك خالص. لو استسلمت للإحباط فخلاص انت هيتكتب على قصتك آخرتها ده أحبط واستسلم. أنا حرفيا ما أعرفش المحتوى الجديد اللي هعمله ده هكمل فيه ولا لأ، بس اللي أعرفه إن أنا لسه مطردش ساعي. محتوى الكتب هنبقى إن شاء الله. اللي أنا أصلا كنت بدأت أول فيديو فيه وصورته وعملت كل حاجة بس مش عاجبني، أنا حاسس إن أنا عايز أطلع أحسن من كده، فهصوره تاني. فانت فاهم، انت اللي هو لازم تفكر كده. انت الفيديو ده مش عارف هنزله دلوقتي ولا هنزله مثلا بعد نتيجة. بس انت ايا كانت ان نتيجتك لازم تفكر انك مطلوب منك 9 عشان توصل لحاجة كبيرة. طالما ما وصلتش لحاجة كبيرة فما توقفش سعي، ما توقفش سعي. جبت مجموعة ما جبتش، ما توقفش سعي. ما فيش اي احتمال انك تنجح طول وانت قاعد. مفيش، الاحتمال مش موجود. انت مش في الجنة، انت في الدنيا. هي الدنيا كده، اللي هو انت ممكن تطلع عينك في حاجة معينة ومفيش. انت يا معلم انت ما جيتش بالنسبة لها. فاللي هو انت لا هتكمل وغصب عنك.
الا لو انت نويت تستسلم وقصتك تنتهي على كده. كنت بسمع فيديو برضو كمان لصلاح ابو المجد، بغض النظر بقى انت يعني متفق مع صلاح ابو المجد ولا لا، انا مش بتكلم في الحته دي، بتكلم في حته ان هو كان بيتكلم على فيديو تحفيزي، بيقول دايما انك عشان تبقى عندك حلم فلازم الحلم ده يكون في شيء من اللامنطقيه، لان هو لو منطقي اللي هو انا هقدر اوصل له بسهوله، فده مش حلم، ده هدف. وضرب مثال انا بحبه جدا وبحترمه جدا بصراحه، تامر حسني. تامر حسني يعني بتحبه او متحبوش، فهو اهم فنان مجتهد عدى على الوسط الفني كله كامل من في تاريخه. مفيش حد اكتر من تامر حسني اجتهادا في الوطن العربي، في الوسط الفني ده. مفيش حد اكتر من كده. اللي هو انت كل حاجه، يعني اللي هو انت هتشوف مثلا في الاصوات هتلاقي في ناس كتير اصواتها احلى من تامر حسني، بس تامر حسني باجتهاده وصل اعلى. هتلاقي مثلا في التمثيل ناس كتير بتمثل احسن منه، طب هو باجتهاده لا، هو وصل اعلى واحد. فكان بيتكلم ان هو كمية، يعني اللي هو من ساعة ما بدأ اللي هو كان الناس تقول له لا انت شكلك مش حلو، فيعزف ويكمل أن لا انت صوتك وحش أن ايه، يعزف ويكمل. كان لا انت مالكش في اي حاجة ومش هتنجح ومش هتوصل، يعزف ويكمل لحد ما بقى تامر حسني. هي الحياة مش ما تجيش غير كده، يعني هي الحياة ما اخرها كده، هي ما تجيش غير كده، انك كل حاجة بتقول انك ممكن ما توصلش، بس انت جواك مليون في المية حاسس بيها، انا شايفها، ما حدش شايفها زيي بس انا شايفها، وتكمل. ويعني لو انت هتستسلم فخلاص، دي اخر حاجة يعني انت ممكن تعملها. افتكر ان في الاول وفي الاخر هو فيلم، انت اللي بتختار نهايته. فانت يا اما توصل، يا اما يتقال عليك انك كنت بتسعى انك توصل. هي دي القصة اللي انت المفروض تكتبها في حياتك. مش عارف والله بجد هنزل الفيديو ده ولا لا، ومش عارف هكمل الفيديوهات ولا لا. ولو انت وصلت لهنا فانا عايزك تشوف الفيديو ده ارجوك تاني، لو بتاع الفكره الجديده، فتقول لي اكمل فيه ولا لا. لان انا لو خلاص الناس مش عايزه اكمل اكيد مش هكمل. ممكن بقى اكمل المحتوى التحفيزي ده خلاص. وعندي كام فكره تانية كده ظهرت جديد. اتعب يا عم، اتعب اتعب عشان هي مش هتيجي غير بالساعه.